رغم قرار المنع المعلن عنه الاثنين الماضي، مجموعات صغيرة حاولت التظاهر في الحسيمة، غير أن قوات الأمن منعتهم من ذلك. إلى الحسيمة التي لم تشهد اليوم مسيرة وإنما محاولة لمجموعات متفرقة قدرت بالمئات، محاولات وجهت في الحين بتنظيم وإجراءات أمنية فعالة في مختلف نقاط المدينة، ويأتي ذلك رغم قرار منع هذه المسيرة من قبل سلطات المدينة يوم الاثنين الماضي. وقد اضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع مرتين أمام إصرار بعض المتظاهرين على التوجه إلى الساحات العمومية حسب فريقنا الصحفي في عين المكان. الربورتاج لعبد الحميد المرابط ومحمد حشوب. الحسيمة بعد زوال اليوم، الترقب يخيم على أجواء المدينة بعد الدعوة إلى تظاهرة 20 يوليوز من طرف نشطاء الحراك الاجتماعي. أغلب المقاهي والمحلات التجارية أغلقت أبوابها مع استثناءات قليلة، حضور إعلامي وازن وتنظيم أمني محكم ملحوظ في مختلف ساحات وشوارع المدينة لمراقبة الوضع عن كثب. جئت من بلدة إمزور إلى الحسيمة لأعاين ماذا يقع بالمدينة. أتمنى أن تمر الأمور بسلام ويتغير الوضع إلى ما هو أحسن. لكن الأحداث تطورت في اتجاه مغاير ابتداء من 5 عصرا. هنا ببعض الأزقة المحاذية لساحة محمد السادس تجمهر المئات من المتظاهرين قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم تطبيقا لقرار منع المسيرة الذي أصدرته السلطات قبل 3 أيام. المتظاهرون أصروا على تحدي قرار المنع وعادوا للاحتشاد هنا أمام مسجد غينيا بشارع عبد الكريم الخطابي، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. المطالب ديال التظاهرة مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، مطالب اجتماعية اقتصادية حقوقية ثقافية محضة، وهذه المطالب هذه راه ديال الشعب المغربي كامل. المتظاهرون لم يتمكنوا من تنظيم مسيرة حاشدة في الشوارع والساحات الرئيسة، مكتفين بالتجمع في نقط متفرقة كشارع الحسن الثاني وشارع أنوان وبعض الأحياء كسيدي عابد وبريو حدو ومروبيخو. القوات العمومية اضطرت أحيانا لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قام بعضهم وبشكل جزئي برشق قوات الأمن بالحجارة. وحسب شهود عيان فقد تم اعتقال بعض المتظاهرين دون تسجيل حوادث كبرى. وإلى حدود 9 ليلا استمرت الاحتجاجات بشكل متقطع ومتفرق في بعض أنحاء المدينة. ونشير إلى أن طاقم القناة التابع لمكتبنا الجهوي بالحسيمة تعرض للتعنيف من مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين اعتدوا جسديا على فريق التصوير. وأمام هذا التجاوز الخطير، صحفيو دزم ينددون بشدة بهذا الاعتداء الذي طال زملائهم في مكتب الحسيمة والتطاول على حقهم في ممارسة مهنتهم وحريتهم في الإخبار.